جوه كل إنسان نور. نور أحياناً بيبقى مستخبي لا الناس شايفاه ولا صاحبه نفسه حاسس بيه. نور ما بيظهرش غير لما الإنسان يقف قدام نفسه بصدق ويحاول يهدي الصراع اللي داير جواه من سنين. حكاية النهاردة مش حكاية مختلفة، هي حكاية ناس كتير قوي. يمكن مش بطلة حلقتنا وبس، يمكن أنا وإنت كمان. اسمعوا الحكاية للآخر وساعتها هتفهموا أنا قصدي إيه. بتحكي صديقتنا وبتقول: أنا اسمي نور، في أواخر العشرينات، عشت حياتي كلها بالطول وبالعرض، ماشية فيها من غير هدف، لحد ما حصل شيء بسيط جدا بس كان كفيل يغير حياتي 180 درجة. اليوم ده صحيت من نومي وأنا مخنوقة، جوه عقلي سؤال واحد بس بسأله لنفسي كل يوم: هو ربنا جابني الدنيا دي ليه؟ وقفت قدام المراية وأنا بلبس علشان أروح شغلي وبكلم نفسي. كنت بلوم الدنيا والظروف اللي خلتني أحقد على كل البنات. غيرتي ما كانتش من جمالهم ولا من حياتهم المادية. الغيرة اللي كانت بتقتلني كل لحظة إني ما قدرتش أشوف أبويا ولا اتربى جوه حضنه زيهم. أبويا ساب أمي أول ما عرف إنها حامل فيا، هرب منها ومني قبل حتى ما يشوفني قدامه أو يشيلني بين كفوف إيديه. فضلت سنين طويلة بلومه على حاجة أنا نفسي مش فاهمة هو عملها ليه. كبرت وأنا شايلة جوايا فجوة كبيرة، فجوة محدش قدر يملاها مهما حاول. أمي كانت أب وأم، بس مهما عملت عمرها ما قدرت تعوض غياب حضن الأب. كنت دايما قوية قدام الناس وأقول مش فارق لي، بس الحقيقة كنت بضعف أول ما أشوف بنت ماشية جنب أبوها أو أسمع كلام زميلاتي عن مواقفهم مع أبوهم. خلصت لبسي ونزلت، وأنا في طريقي للشغل كنت ماشية باصة في الأرض بحسب كل خطوة بخطيها زي ما اتعودت من صغري. فجأة لمحت حجر بيلمع بطريقة غريبة، أول مرة أشوف حجر بالجمال ده. كان بيلمع باللون الفيروزي. وطيت ومسكته في إيدي، وبعد ما نفضت التراب اللي عليه حطيته في شنطتي وكملت طريقي للشغل. وقضيت اليوم بشكل روتيني عادي جدا لحد لما روحت البيت. من التعب حطيت دماغي على المخدة، ما حسيتش بنفسي، لكن شفت حلم. شفت إني واقفة وسط بيت شكله غريب، وصوت راديو قديم شغال، ريحة قهوة وسجاير مالية المكان كله، ومن وسط الدخان ظهر قدامي. أيوة، كان هو. أنا عارفة شكله من طورة قديمة كان نسي ياخدها معاه وهو ماشي. أول لما شافني قرب عليا، وشفت في عيونه دموع رافضة تنزل، وقال لي جملة واحدة: أنا آسف يا بنتي. قلت له: أنا بس عايزة أعرف ليه مشيت وسبتني وإنت عارف إني محتاجة ليك. قال بنبرة كلها ندم: كنت خايف من مسؤولية، خايف ما أقدرش أكون الأب اللي تستحقيه. وقبل ما يلف ويديني ظهره فتح إيده واداني نفس الحجر اللي شفته وشلت في شنطتي، وهو بيقولي: أنا آسف إني وجعتك، بس اوعي تصدقي إنك ملكيش قيمة. صحيت من الحلم ده ودموعي كانت مغرقة المخدة، لكن لأول مرة أقوم وأكون حاسة إني مرتاحة. أول مرة أحس إني بحب نفسي، وإن الدنيا فيها حاجات حلوة كتير من حق إني أعيشها. خرجت علشان أشوف أمي اللي كنت بتجنب دايما الكلام معاها، وكنت واخدة جنب ومعتزلاها تماما. لقيتها بتصلي، والأول مرة آخد بالي من وشها المرهق وملامحها الدبلانة وجسمها الضعيف رغم قوتها قدام كل الظروف اللي مرت عليها. وهي محنية في خشوع سمعت دعائها ليا ودموعها نازلة. وقفت أتأملها، ولما خلصت صلاتها نزلت على ركبتي جنبها، ومن غير كلام دخلت جوه حضنها وأنا بقول لها: أنا أسفة يا أمي. مسحت دموعي بكف إيديها بهدوء وقالت لي: أنا فاهمة وحاسة بيكي وعارفة كل الأسئلة اللي كانت جواكي. حضنها وكلامها خلاني أحس براحة جديدة. كان اليوم ده مختلف عن كل الأيام اللي مرت عليا من ساعة ما بدأت عيوني تفتح على الدنيا. خلصت قعدتي مع أمي ولبست ونزلت علشان أروح شغلي وأنا كلي نشاط وحيوية. لكن وأنا ماشية فجأة لمحت راجل جوه عربيته مغمى عليه ومفيش حد في المكان. قربت ناحيته وفتحت باب العربية وحاولت إني أفوقه، لكن شكله كان في غيبوبة. طلعت تليفوني بسرعة وكلمت الإسعاف، لكن برضو ما قدرتش أقف متكتفة ومش بعمل حاجة. حاولت أتعامل معاه من خبرة اكتسبتها من فيديوهات كتير شفتها على اليوتيوب، لحد ما الإسعاف جت وشالته. المسعف وهو بيشيله قال لي: أنتي دكتورة أو ممرضة؟ قلت له: لأ. قال لي: غريبة، أصل اللي عملتيه كان صح جدا، ولولاكي كان الراجل ده هيموت.
مش عارفة ليه فجأة حسيت إني فعلا ليا قيمة ودور لازم يكون موجود. وبعد الموقف قررت إني لازم أعمل حاجة صح. رحت واخدة كورس تمريض وإسعافات أولية، وكنت متفوقة جدا فيه، وخلصت الكورس كله في وقت قياسي، لدرجة إن المشرف بتاعي رشعني للشغل في مستشفى كبيرة. واشتغلت، وكل لما كنت بتعامل مع مرضى أكتر كنت بكتسب خبرة أكبر، لحد ما في يوم دخل طوارئ المستشفى 3 أشخاص، راجل وولدين من شكلهم كانوا تقريبا ولاده. كانوا جايين في حادثة عربية، وبدأ فريق التمريض والدكاترة اللي موجودين يتعاملوا مع الحالات. حالة الأب كانت مستقرة، لكن كان في بعض الجروح البسيطة والكدمات، وطفل منهم حصل له كسر في الدراع. أما التاني فكانت حالته خطر جدا، نزف كتير وكان محتاج نقل دم، لكن لما اتعمل له تحاليل علشان يتعرف فصيلته إيه كانت نادرة ومش موجودة عندنا، ولحسن الحظ أنا كمان نفس الفصيلة. الحمد لله الدكاترة قدروا ينقذوه. وفي آخر اليوم وأنا بمر على المرضى ودخلت غرفة الولد اللي كان نايم على السرير لا حول له ولا قوة، ووالده كان قاعد جنبه باصص له بلهفة وخوف. وأنا بعلق له المحلول قلت له ما تقلقش، هو بقى أحسن بكتير وعلى بكرة هيفوق إن شاء الله. وفجأة رفع راسه الأب، وكانت آخر حاجة ممكن أتخيلها. أيوة، كان هو. صدفة غريبة وموقف أغرب إني أتقابل بيه بعد كل السنين دي كلها. هو ما كانش يعرفني، لكن لما عينه جت على اسمه اللي بعد اسمي اللي مكتوب على الآي دي لقيت ملامحه الصدمة بانت عليه، وقام وقف من مكانه وبدأ يقرب ليا بخطوات مهزوزة، وهو بيسألني: انتي بنتي؟ ما قدرتش أرد عليه ولا حتى أهز راسي بأيوة أو لأ، لكن جوايا صوت كان بيصرخ وبيقول: أيوة أنا بنتك، بنتك اللي حرمتها من نظرة خوفك ولهفتك اللي شايفها دلوقتي على ابنك، بنتك اللي بخلت عليها سنين عمرها بحضنك ورايح تديه لغيري بكل كرم. لكن هو سكت كل الكلام اللي جوايا لما قال لي: حقك عليا يا بنتي، أنا عارف إني كنت سبب أذى كتير حصلك إنتي وأمك بسبب هروبي منكم، لكن أوعدك إني هعوضك. ابتسمت ابتسامة هادية وقلت له: وأنا مفيش حاجة ضاعت مني محتاجة تتعوض، لأني بوجودك أو بعدمه أنا ليا قيمتي وقادرة أكون زي ما أمي تعبت علشان تربيني. وسبته ومشيت، وأنا حاسة إني أخيراً هزمت كل المشاعر السلبية اللي كانت محوطاني، وأنا حاسة بالانتصار أخيراً على الوجع والخوف واليتم اللي اتفرض عليا زمان. ودي كانت حكاية نور اللي عرفتنا إن مش دايماً الغايب هو اللي يحدد قيمتنا، ولا اللي ساب هو اللي يعرفنا إحنا مين. قيمتنا مش في حضن اتحرمنا منه، ولا في اعتذار جاي متأخر. قيمتنا في اللي قدرنا نبنيه جوانا رغم كل الوجع. نور ما انتصرتش لأنها قبلت أبوها، نور انتصرت لأنها قبلت نفسها، شافتها وصدقتها، وقررت ما تفضلش أسيرة وجع قديم. لو عندك فجوة جواك اعرف إنك مش مضطر تملاها بحد، ممكن تملاها بيك انت، بحبك لنفسك وبرحمة قلبك على روحك. دي كانت حكاية النهاردة، حكاية عن نور اتولد من وجع، وعن قلب قرر يقوم بدل ما يفضل مستني. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وتشتركوا في القناة علشان يوصل ليكم كل حكاياتنا. واستنوني في حكاية جديدة من حكايات سيلا، حكايات شبهنا وعننا، وحكايات من قلب الواقع.